السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مرة جديدة على قناة علاماتني الحياة مع سما، وقائمة كلام من القلب للقلب اللي بنتكلم فيها عن العلاقات السامة والمؤذية سواء كانت نرجسية أو غيرها. وكلامنا فيها متوجه للضحايا علشان يفهموا إيه اللي بيجرى لهم وإيه اللي هم عاشوه وليه دخلوا في ده وإزاي يتغلبوا على ده، وإزاي لو هي ضحية متعايشة تعرف تتعايش مع اللي هي فيه، أو لو هي عايزة تخرج من العلاقة دي إزاي تقدر تنفذ الكلام دوت. وإزاي تفهم وإزاي تعي ونفسها أولا واللي حواليها كمان، وبنديها بعض الطرق كده والتركات والاساسات اللي تقدر تبني عليها حياتها مره جديده، سواء اذا كانت هتكمل او اذا كانت هتاخد قرار بالبعد والانفصال وتبدا حياه جديده باذن الله تكون فيها معافاه من كل الالام والمشاكل والحاجات اللي تعرضت لها وهي في العلاقه النرجسيه وقبل ما تدخل في العلاقه النرجسيه ديت، والاسباب اللي ادت بيها زي ما قلنا وازاي تعالجها كلها. الحلقه ديت هتكون مفيده جدا سواء كان للضحايا اللي دخلوا فعلا في علاقه نرجسيه اللي هي علاقه زواج مثلا وطولوا فيها، او مفيده كمان للي لسه ما دخلوش في اي علاقات خالص وخايفين من كتر ما بيسمعوا حواليهم عن كم انتشار الاذى بالشكل دوت، وبقى عندهم فوبيا الارتباط اساسا، لان هم خايفين وبيقولوا ما الجواز عامل زي البطيخه. لا يا جماعه، ده الكلام ده كان زمان. الجواز عامل زي البطيخه، يا تطلع حمرا تطلع قرعه، ديت ده كلام كان قديم قبل كم الوعي والنصايح والاختبارات والكلام ده كله. قبل لما يبقى موجود كان ممكن انا معاكم في الكلام ده، اما بالنسبه لدلوقتي وكم الوعي اللي موجود والمعلومات والاختبارات اللي ممكن تخضعي الفرد ليها او الشخص اللي هو جاي يرتبط بيكي ليها، فبعد كده مش ممكن تبقى زي البطيخه ابدا. لا، ده انت بتفتحيها وتفصصي فيها قبل لما تبداي تتخمي فيها وتاخديها وتشتريها وهي موجوده قدامك كده. فالحلقه دي من الحلقات المفيده جدا جدا للبنات اللي لسه داخلين ارتباط جديد وخايفين قبل لما يدخلوا في الارتباط يعرفوا بالظبط هو يقدموا عليه ولا لا، خدي بعضك واجري واهربي كده من بدري قبل لما تقعي في الخيه. فالحلقه دي هيبقى فيها شويه اسس كده هتساعدك في اختيار الراجل الصح لعلاقه سويه وسعيده ومستقره فعلا زي ما هو مكتوب في العنوان بالظبط. يلا بينا على طول نبتدي الحلقه. ومن اول النصايح او الاسس اللي احنا بنتكلم عنها ديت، لما تكوني مع الراجل الصح اللي يستهلك هيعرف قيمتك من غير ما تبذلي الجهد الفظيع عشان تعرفيه. هيبقى عارف انت مين وايه مميزاتك كويس، هيكون بيقدرك من غير ما تعملي اي مجهود رهيب. فما تحاوليش تثبتي نفسك لاي راجل مهما كان. البنات اللي بتحاول تأفور وتظهر صفات اكتر من مميزاتها عشان تبهر الراجل اللي معاها، احذري احذري، انت كده بتوقعي نفسك، وفعلا ده بيعرضك ان انت ترتبطي بشخص هو مش الراجل الصح اللي يستهلك ابدا. 2، ما تبذليش الجهد الجهيد من اجل انجاح العلاقه. اوعي، لان العلاقه الصح هتنجح لوحدها كده. مش معنى كده انك انت بقولك ما تقدميش اي حاجه يعني للطرف الاخر ولا تقدمي حاجه في العلاقه ديت عشان تنجح، لا، بس مش تعملي مجهود كانك بتحاربي، ولو ما عملتيش حاجه مش هيتعمل لك حاجه، وتحسي ان عليكي حمل وواجب انك انت تنجحي العلاقه دي لوحدك. دي عمرها ما هتكون علاقه ناجحه ابدا ولا هتسبب لك السعاده. العلاقه الصح مش هتحتاجي تبذلي فيها المجهود الرهيب ده زي ما قلنا قبل كده، ومش هتحسي ابدا بتعب وانت شايله حمل فيها، وهيبقى الطرفين شغالين مع بعض علشان ينجحوها وتستمر العلاقه. مش طرف بيدي دايما والتاني دايما بياخد ومأنتخ وشايف ان ده من حقه. 3، صدقيه. صدقيه لما يقولك الكلام اللي مش على مزاجك واللي لا يقبل ولا يعقل عن نفسه في بدايه العلاقه، وما تصدقهوش لما يصدر لك فكره الراجل المثالي والملاك ابو جناحين ويسمعك الكلام اللي انت تحبيه ويعيشك في الحلم الفظيع اللي بيشوش تركيزك ويعميكي عن حقائق كتير صعبه ممكن تكون ظاهره قدامك بس انت مش شايفاها. يعني ما يبقاش هو مثلا بيقولك انا مش بتاع ارتباط ولا مسؤوليه وانت تقولي له ده انت سيد الرجاله وظهري وسندي. مش يبقى هو بيقولك انا عصبي خلي بالك وانت تقولي له وانا هستحملك دايما، واصلا انا مش هعصبك، ده انا بحبك، ازاي يعني هعصبك وانرفزك. مش يقولك انا وحش وانت تقولي له ما تقولش كده على نفسك ده انت جميل. هو اساسا في الحاله دي حاجه من اتنين، يا اما بيلعب بيكي وعايزك تتعلقي بيه وتبذلي عشانه مجهود اكبر، يا اما هو فعلا في لحظه صدق جدا وصراحه، والمفروض ان انت تلقطي اللحظه دي وتحمدي ربنا عليها وتاخدي بعضك وتجري اهربي. 4، مفيش حاجه اسمها الحب من اول نظره، دي كدبه كبيره. واصلا حصل بينا كيمياء وانا عمري ما كنت اتخيل اني اقابل حد يكون بيني وبينه كل التوافق ده، ده سولميت بتاعي. لا، كل ده غلط. الحب بيجي وبيتولد من المواقف. اللي بيصدر لك ان هو حبك من اول كام يوم ولا من اول نظره ومن اول ما شافك ده بيكذب عليكي عشان تطمني وترتبطي بيه ويضمنك في العلاقه ويضمن انك هتبذلي الجهد علشانه وتديله كل اللي هو عايزه منك بعد كده باسم الحب. 5، الراجل اللي بيحبك بجد مش هيحط نفسه في موقف يخليه يخسرك ابدا. فلما تشوفي مواقف ندالة منه خصوصا من البدايات ويرجع بعدها يعتذر ويتعذر، اوعي تقبلي اعذاره. الناس بتبان وبتظهر في المواقف. لا، والادهى لو انت اللي اتبرعتي وخلقتي له اعذار من عندك كمان، في بنات كده
بتضحكي ساعتها على مين؟ على اللي حواليكي ولا على نفسك؟ انت اللي هتشربي كل العواقب. ما تفضليش قاعده مستنيه الوقت اللي مصيره يجي ويعرف قيمتك ويتمسك بيكي، ولو جيتي تسيبيه يبين لك الندم وان هو ما يقدرش يستغنى عنك. اوعي تتخدعي، اللي خذلك قبل كده وما مسكش فيكي اوعي تصدقيه لما تقرري تسيبيه وتلاقيه بيعيط وبيقولك انا ندمان ومش عايزه اضيعك من ايدي. 6. اوعي تبعتي رساله في رساله لحد 100 رساله، ولا تتصلي عليه مليون اتصال علشان يرد عليكي لحد ما يحن عليكي ويرد او يفتكر ويرجع يكلمك. مش ممكن يعني في ال 24 ساعة ما عدتش عليه دقايق فاضي عشان يكلمك فيها او يرد على رسايلك. اوعي تهيني كرامتك، كفاية رسالة واحدة ولو ما تردش عليها، او مكالمة ولو ما رجعش يكلمك بعدها كفاية قوي عشان تعرفي انك مش مهمة عنده ولا بيحترمك، وبيكون بيقولك ده بتصرفاته بكل وضوح. او الاحتمال التاني ان هو بيلعب بيكي وبيخطط لك وبيظبط لك القالب اللي هيحطك فيه، ودي علامة على انه شخص مش سوي ومتلاعب. خدي بعضك يا بنتي وهربي. على فكرة أنا عارفة إن في ناس هتعترض وممكن تبعت لي في الكومنتات إنه الكلام ده كلام أوفر قوي وإن إحنا لازم نعذر وممكن يكون عنده ظروف والكلام ده. كل العلامات ديت لما بتبقى في حد مش سليم ومش سوي والعلاقة دي علاقة مش صحيحة بتتكرر. ما بنحكمش من موقف واحد، ما بنحكمش من مرة واحدة، بس لما تتكرر مرة واتنين وتلاتة ما تقعديش تخلقي له الأعذار وتطلعي له الأسباب من عند نفسك علشان انتي تبلعي وعايزة تعدي وبتقولي يلا خلي الدنيا تمشي. 7. عمرك ما هتقدري تغيري إنسان، انت اصلا بالعافيه بتحاولي تغيري في نفسك، فبلاش توهمي نفسك وتاخدك العصبيه والشجاعه كده انك هتتحملي وهتصلحيه بالحب. I'll fix him. مفيش حد بيصلح حد، لو هو عايز يتصلح هيصلح نفسه، ده لو كان شايف اصلا ان هو عنده غلط. كل اللي انت بتملكيه هو رد فعلك عليه، على افعاله وعلى تصرفاته معاكي. اقعد ولا امشي، اتقبل ولا ارفض، لكن احاول اغيره؟ لا يا حلوه كان غيرك اشطر. فيا اما تقبليه بكل ما فيه وترضي بحياتك معاه كده، يا ترفضي وتاخدي بعضك وتمشي وتدوري على الحياه اللي ترضيكي بعيد عنه مع انسان فيه الصفات المريحه بالنسبه لك وتقدري وتحبي تعيشي معاه. في حد تاني جاهز، مش انت اللي هتصلحيه. تتعبي نفسك ليه في التصليح وهو مش هيتصلح؟ ما عندك ناس جاهزه وزي الفل. 8. بالنسبة لموضوع الكيمياء والانجذاب وعمري ما حسيتش المشاعر دي مع حد قبل كده، أو ده من الحالات النادرة اللي حصل بيني وبينهم توافق، فده ما يتفوتش أبدا. لا يا قمري، أحب أقولك إن موضوع الكيمياء والتوافق مش هو ده النادر. النادر بجد هو وجود تواصل فعال ناجح بينك وبينه، يكون بينكم خطة واضحة والأدوار فيها واضحة ومتفقين على ده، وكل واحد بيقوم باللي عليه مش مكتف إيديه وبيدور على دوره وواجب التاني ناحيته، وهو بالنسبة له أنا ليا حقوقه بس ما بيدورش هو عليه إيه عشان يقدمه. تكونوا انتوا الاتنين متفقين في الهدف الاساسي لحياتكم ووجودكم مع بعض، مش هو له اهداف وبيحققها وكل دورك انك انت توافقي عليها وتقولي له برافو وتساعديه ان هو يوصل لها بس. 9. اوعي تحاولي تتقمصي شخصيه مش بتاعتك وترضي بحاجات مش بتعجبك وتفوتي حاجات مش بتريحك لمجرد انك تكوني الشخصيه الكول السهله البسيطه اللي مش معقده وتمشي اي حاجه عشان الدنيا تمشي والعلاقه تكمل، او عشان ما تشوفيش منه الوش الخشب والمعامله اللي زي الزفت اللي شفتيها قبل كده منه في موقف مشابه للي انت بيحصل قدامك دلوقتي. فاكراه؟ انت كده عمرك ما هتكوني سعيده ولا راضيه في العلاقه دي، وهو هيكون نجح انه يحطك في القالب وهتكوني فتحتي كل حدودك وسمحتي له ان هو يتخطاها كلها، ودي علامه على انك في علاقه سامه مع شخص غلط. الشخص الصح اللي بيحبك وعايز ينجح العلاقه هيتقبل حدودك وهيشوف اخطائه ويحاول يظبطها عشان يحصل بينكم التوافق اللي انت بتقولي ان هو شيء نادر. لا، ده ممكن نحصل عليه بالمعامله وبتخطيط واضح. ولما هيعمل كده العلاقة هتكمل وكل الأطراف هتكون مرضية. هيحافظ عليكي، مش هيعمل اللي هو عايزه ويقولك أنا كده وإن كان عاجبك وانتي تكتمي وتعدي ويبدأ البركان في الغليان مرة على مرة لحد ما يجيلك وقت وتنفجري. بس ده بيكون بعد فترة طويلة، أحيانا بعد سنين ومواقف كتير ومصاير ناس تانية اتربطت في رقبتك، فتضطري تستحملي وترجعي تكبتي البركان من تاني وتخمديه، ومع الوقت تتهدي وتنهاري وثقتك في نفسك تنهار وتضيع وتفقدي الأمل في حياة حلوة من تاني. طب وعلينا بإيه من ده كله يا بنتي؟ ما تفتحي عينيكي كده من الأول وبلاش تعدي أي حاجة ما تتعداش. 10. لازم تعرفي وتفكري نفسك دايما ان انت تستحقي تعيشي حياة ومع راجل يطلع احسن ما فيكي، احسن نسخة منك. مش معنى كده انك مالكيش مسؤولية في ده وانك انت هتستني وهترمي كل حاجة على الراجل اللي في حياتك، لا طبعا. بس اللي بقصده هنا ان في راجل بيدعم وبيستوعب وبيساعدك انك تكوني مستقرة ونشيطة وقادرة تقدمي كل اللي تقدري عليه واكتر كمان. وفي راجل تاني مش بيدعم ده ابدا، بيدخل في حياتك من هنا وكل حاجة في حياتك تتلخبط وتتهز وتنهار. ده اللي لما بيكون معاكي لازم كل اهتمامك يكون بيه وبالعلاقة معاه وبأحداث الحياة المشحونة مواقف ودراما طول الوقت بتلفي في فلكه، إما محاولة لإرضائه أو بتحاولي تحوطي عليه عشان ما يضيعش منك وتبقي وحيدة دايما مهزوزة ومش حاسة بالأمان. يا ترى بيفكركم بمين الكلام ده؟ فكروا كده.
ايوه صح، عليكم نور. البعيد النرجسي، حسبي الله ونعم الوكيل بكل ظالم. 11، لو الراجل اللي في حياتك بيهملك ويتعبك ويهجرك وما يديكيش اي اهتمام ولا حقوق الا لما ينتبه لحظه تركك ليه والانسحاب من العلاقه، يبقى ده الشخص الغلط. ابعدي وسيبيه مهما عمل، لانه الراجل الغلط في حياتك. الراجل الصح بيعرف قيمتك في وجودك قبل غيابك، وبيهتم بيكي عشان انتي تستاهلي وهو عايز يحافظ عليكي. لما تزعلي بيصالحك، لما بتلفتي انتباهه لحاجه بتضايقك بيبطلها او على الاقل بيحاول يغيرها، بيحاول يرضيكي زي ما انتي بتحاولي ترضيه. اما الراجل الغلط اللي مش بياخد باله من وجودك اصلا، ويمكن يكون بيشوفك عبء وما بيحسش بيكي ولا بيمسك فيكي الا لما بتبعدي او بتهدديه بالبعد، ده مفيش منه خير ابدا ولا فايده، وهتفضلي طول حياتك بنفس النمط ده معاه، وعمرك ما هتشوفي الاستقرار ولا الامان في العلاقه دي. وصلنا للنصيحه الاخيره ال 12، ودي اهم نصيحه وانتي بتختاري شريكك الصح لحياتك. هي في ريد فلاجز بتبان من البدايات خالص، المفروض تعرفيها وتهتمي عشان مفيش شخصية سامة إلا وبيظهر منها علامات تحذيرية كتيرة ممكن تنقذك من البداية. بس انت لازم تهتمي وتاخدي بالك كويس، ما تختلقيش زي ما قلنا الأعذار للشخصية اللي معاكي، ولا تغضي الطرف عن الحاجات الوحشة اللي بتظهر لك منه، لأن دي حياتك الجاية كلها ومستقبلك انت وولادك، مش هزار. لازم تهتمي. ده احنا مش بنبالغ لو قلنا ان انت لازم في البدايات تتصيدي الاخطاء، لانه بالبديهي كده اي شخص في البدايه بيجمل ويحسن وبيظهر احسن ما عنده. فتخيلي ان المشكلات اللي بتظهر في طباعه وشخصيته في البدايات ديت كل ده بيكون مع حرصه وان هو بيحاول يجمل. امال لما هتتعودوا على بعض، او بمعنى اصح لما هيضمنك في العلاقه، هتشوفي ايه منه؟ احذري، كل اللي انت بتشوفيه ده هيتضرب في اضعافه. فما تفوتيش العلامات اللي ربنا بيبعتها لك عشان ما ترجعيش تندمي باقي حياتك. طيب زي ايه بقى الريد فلاجز ديت؟ ركزي كده معايا وانا هقول لك شويه ريد فلاجز ما بتخيبش. لو لقيتي شويه منها او لقيتيها كلها، يا بنتي خدي ديلك في اسنانك واهربي، انت بتنجي نفسك لا ومش لوحدك، بتنجي ولادك اللي جايين ان شاء الله. وعلشان حلقتنا ما تطولش وتبقى صعبه قوي عليكم، وعلشان كمان يبقى المحتوى خفيف وتقدروا تستوعبوه واحده واحده معايا، هنخلي الريد فلاجز في الحلقه الجايه ان شاء الله. تابعوني واستنوني، وان شاء الله محضره لكم شويه ريد فلاجز مش هتخيب معاكم ابدا. وكمان هيبقى معاها في نفس الحلقه شويه اختبارات تقدري تعمليها لو انت لسه في بدايه العلاقه، وتنقذي نفسك وحياتك حرفيا. تابعوني وان شاء الله استنوني على خير الحلقه الجايه. دمتم في امان الله ورعايته، ومع السلامه.